لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم. يعني إيه؟ يعني ممكن تلاقي واحد فارد عضلاته وبتاع يقوم عمال يفتري في خلق الله ويدوس على خلق الله ويأذي فيه، عنده صحة وشايف نفسه سبحان الله. يا حبيبي والله مش بتدوم لحد، ولا فلوس ولا صحة ولا كده، فخليك رحيم. ما تشوفش حد مسكين وتيجي عليه، او جارك واحد طيب تقوم تأذيه وتقول لك يا عم ده طيب، ده عبيط صح. لكن احب اقول لك ان ممكن يكون هو افضل منك في العبادة في القرب الى الله. كافي الايتام، بيصلي ما بيسيبش فرض، بيقوم الليل، فله منزلة عظيمة جدا. لان عبد الله بن مسعود لما اجى طلع النخلة والصحابة تريقوا عليه، ساقوا رفيعة كده، ضحكوا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انها اثقل عند الله من جبل احد صلى الله عليه وسلم. اول من جهر بالقرآن في مكة المكرمة. فاوعى تجيب صحتك على حد، او ان انت تفتري على حد، خليها على الله. ممكن فلان الضعيف البسيط ده يكون دعوته مستجابة دعوة واحدة، خليك تحت الارض، فاحذر. صلي على سيدنا النبي، والطيب احسن. شارك الفيديو، متابعتك هتخلينا نستمر في نشر الخير. السلام عليكم.